السلام عليكم. الإدمان. قرأت دراسة عن الإدمان، كل أنواع الإدمان، سواء كان مخدرات، خمر، أو الإدمان السلوكي مثل الجنس أو القمار أو حتى التسوق أو الأكل، كلها تجتمع في شيء واحد، وهو عبارة عن إفراز مادة الدوبامين، وهو شعور بالسعادة والنشوة. هناك نوع واحد من البشر محصنين من كل أنواع الإدمان، سواء كان الإدمان التقليدي أو الإدمان السلوكي. طيب، من هؤلاء؟ هم الذين كرسوا حياتهم لإسعاد الآخرين. هؤلاء عندهم كمية دوبامين تفرز في الدماغ طبيعية تفوق أي كمية يمكن أن تفرز بأي نوع من أنواع الإدمان. هؤلاء مثل عبد الرحمن الصميت رحمه الله، قضى 3 عقود في أفريقيا، 11 مليون مسلم على يده، آبار، مدارس، مستشفيات، مساجد، دور أيتام وغيره. زوجته كانت تدفع معه السيارة بعد أن علقت في الوحل وتقول: يا عبد الرحمن، هل سنكون في الجنة بنفس السعادة التي نحن فيها هنا؟ وهما يدفعان السيارة. انظر إلى هذه المرأة وقارنها بامرأة في عالمنا العربي اليوم، ممكن تصاب باكتئاب لأن صديقتها اشترت حقيبة لوي فيتون وهي لم تستطع. إذا أردنا أن نعالج هذا الإدمان فيجب أن نقتحم العقبة. قال تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. العقبة هي أنا، أن أعيش لنفسي، أقتحم هذه العقبة وأنسى نفسي قليلا وأفكر في الآخرين. عندها ستجد في نفسك السعادة والسلام والهناء. فاقتحموا العقبة وبادروا إلى إسعاد الآخرين، خصوصا ونحن على أبواب شهر رمضان.